تخيلوا بقى الحديد طالع ينفع ناخده على الريق. امتى اخد قرص مكمل الحديد علشان يتم امتصاصه بنسبة تفوق 70%؟ أي مكمل غذائي مكتوب عليه لايبوزومال، نانو لايبوزومال، أو لايبو كوتد فيريك سبلمنت، أي جملة من دول معناها ان دي التكنولوجي الجديده في كبسولات الحديد. الجمل دي معناها ان كبسوله الحديد ممكن تتاخد في اي وقت في اليوم وهنستفاد منها بنسبه تفوق 70%. في ناس بتقيم مكملات الحديد حسب هو فرك ولا فرس، على اساس ان صوره الحديد لما بيبقى فرس بيبقى اعلى في الامتصاص. في تكنولوجي جديده تماما. الفرك في الحديد هي الصوره الاقل تفاعلا والاقل امتصاصا، والفرس في الحديد هي الصوره الاكثر تفاعلا والاكثر امتصاصا. واحنا الامتصاص في جسمنا بيبدا من اول اللعاب لغايه الامعاء. لو انا اخدت كبسوله الحديد بشكلها عالي التفاعل والامتصاص هستفاد بيها ازاي؟ هتبدا تتفاعل من اول طريق الجهاز الهضمي لغايه اخر مسار خالص، لكن بنسبه كبيره جدا انا ما استفادش بيها، وهتعمل لي اعراض جانبيه فظيعه والتهابات في المعده، وهتعمل لي امساك وارتجاع وعدم استفاده بالاكل وبالمكمل. عشان كده بيتعمل معظم المكملات في صوره الفرك، الصوره الغير متفاعله، وبنقول ناخد فيتامين سي عشان هو بيساعد في تحويل الفرك للفرس. الحديد بيتم امتصاصه في ال 12، بيطلع انزيم اسمه ديودينال سايتوكروم بي بيحول الفرك للفرس. علشان انا احوله وامتصه في نفس المكان، الناقل بتاعه بيبدا ياخده يدخله جوه الخليه ويمتصه. الجديد منه ان في حاجه اسمها نانو لايبوزومال، بيحطوا الحديد في صورته الخامله جوه كبسولات دهنيه، فبتسهل مروره بسلام وسلاسه بدون اي اعراض عن طريق الجهاز الهضمي كله، فيوصل مكان امتصاصه. فالنانو لايبوزوم الفيز او الحته اللي بتكون محاوطه الحديد بتخليه يمتص بشكل اعلى، ان هو بيتوحد مع الخلايا ويتم امتصاصه بشكل مباشر. بنقول بلاش مع شاي، بلاش مع لبن، بلاش مع قهوه، بلاش مع حاجات فيها كافيين، ويا ريت لو بلاش مع الوجبه نفسها، يعني خليها بعدها او قبلها او حتى على الريق. يعني المكمل ده هو افضل مكمل لرفع الحديد، واللي انا قدرت ارفع بيه الحديد عندي 10 درجات في اسبوعين.